اياك تروح تشتري باك دروب لميع. افهم انت بتشتري ايه عشان ما تبوظ على نفسك الشوط. نسا لابساني سنان وتمرجي، خد بنصيحتي تدور واجري. نسا لابساني سنان وتمرجي، خد بنصيحتي تدور واجري. اول حاجه يعني ايه باك دروب؟ الباك دروب هي الخلفيه اللي احنا بنفرشها على الترابيزه ونحط عليها المنتج او نحط عليها الاكل او ايا كان اللي احنا بنصوره. طيب ليه ما تجيبهاش لميع؟ لان اللميع هيبوظ لك الصوره بتاعتك، لان انت هتسطب اضاءه، الاضاءه دي هتعكس معاك في الصوره شكل اضاءه طالع من الترابيزه، او شيب للشكل بتاع الاضاءه او الاوكتا او ايا كان هيبقى ظاهر معاك. طب لما انت تيجي تصور ايه احسن حاجه تجيبها؟ تجيب مط، تجيب حاجه مش لميع، او تستخدم خشب، والخشب ده يبقى مدهون او محطوط عليه بويه او معمول بشكل معين، او تشتري من اماكن بتبيع باك دروب اوريدي. وحاول ان انت تجيب الباك دروب اللي بتبقى متجسمه، بتدي شكل جمالي اكتر من اللي بتبقى فلات. تبقى متجسمه دي بقى محطوط عليها ابويا، وفي حاجات كده طالعه مثلا زي رمله او حبيبات او حاجات كده. الباك دروب نفسها ليها تجسيمه مش ناعمه زيها زي اي خلفيه، ده بيدي شكل جمالي اكتر في الصوره بتاعتك. فيبقى اوعى تشتري باك دروب لميع.